الحكمه كبيره. وهنا نتوجه لك جمال السطيفي، الشق الاخر هو التكييف القانوني للكاف هذه النازله بعد القرار الاول الذي الغي. ففعلا هو حينما تقرا وانت قرأتي ما تقوله الماده 82 والماده 84 هي انتصار للنص، ومن خلال يعني انتصار للنص وانتصار للنص القانوني جاء ايضا الانتصار المغربي من خلال يعني المنطوق حكم لجنه الاستئناف التابعه للاتحاد الافريقي لكره القدم. بالتالي هناك اولا الكثير من الدروس. اولا على مستوى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تعاملت بالكثير من العقلانيه والكثير من الهدوء والكثير من الاتزان مع هذا الملف بدون يعني بروباغندا، بدون يعني شحن، بدون اي امور يعني يمكن ان تخرج الملف عن نطاقه القانوني. فهذا كان يعني الدرس الاول، درس في الهدوء، درس في الاتزان، درس في العقلانيه. الدرس الثاني كان يعني درسا قانونيا، انه يعني الاتحاد الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لجأت للمساطر القانونيه الممكنه التي تكفل لها يعني استعاده حق كرة القدم المغربية وحق المنتخب الوطني في هذه المباراة النهائية. وبالتالي كنا أمام ملف صلب بما تحمل الكلمة من معنى، كان مقنعا إلى حد كبير جدا بالنسبة للجنة الاستئناف اللي تتشكل من أعضاء يعني من نيجيريا، من الرأس الأخضر، من تونس، من الطوغو، ومن الملاوي. هما الأعضاء الذين يعني قرروا يعني خسارة المنتخب السنغالي ب3 أهداف ل0. أيضا الهدف أيضا من القرارات هو حماية نزاهة المنافسات الرياضية وإبعادها عن أي تأثيرات ممكنة. عن مجيد خالد تحدث عن أنه فترة التوقف التي طالت، وهي فعلا طالت كثيرا 17 دقيقة في المباراة النهائية، هذا أمر غير ممكن يفقد لاعبين تركيزهم، يؤثر على الجماهير، يؤثر على الطاقم التقني، ويؤثر حتى على الناقلين لهذا الحدث الكبير، على الرعاة، على المستشيرين. وبالتالي كان لابد بالنسبة للاتحاد الافريقي لكرة القدم ولجنة الاستئناف ان تصحح قرار لجنة التأديبية لتحمية كرة القدم الافريقية وتحمية النزاهة داخل كرة القدم الافريقية وتحقق العدالة. هذا قرار يحقق العدالة بالنسبة لكرة القدم الافريقية، وسيبقى قرارا تاريخيا بالنسبة لكرة القدم الافريقية، وستكون له لا شك تداعيات إيجابية على التنافس الرياضي بالنسبة للمنتخبات، بالنسبة للأندية، بالنسبة للفئات العمرية، بالنسبة لمنظومة كرة القدم الإفريقية التي كانت في حاجة إلى تعامل بجرأة يعني مع القرارات، تعامل أيضا بهيبة الاتحاد الإفريقي التي افتقدناها يعني في الكثير من المحطات، وآخرها قرار اللجنة الابتدائية قبل أن يصححه يعني تصححه لجنة الاستئناف التابعة للكاف. أكيد مشي معك مجيد لشق آخر، وهو يعني نفسية اللاعبين، نفسية الجمهور المغربي كذلك التي اعتزت بعد الصدمة اللي تلاقيناها خلال النهائي ديال كأس إفريقيا الأمم توتال إنرجيز هنا في المغرب 2025. الآن أكيد أن النفسية تتحسن، الجمهور المغربي كذلك النفسية ديالو بعد وقع الصدمة تتحسن، وحتى اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي أكيد تابعنا الردود الفعل ديالهم بعد هذا القرار، كلهم كانوا سعداء بهذا القرار لأن كان هنا في المغرب، لأن نتيجة وأداء كذلك، لأن الأداء المنتخب الوطني المغربي لا نقاش فيه. فأنا نتكلم معك من البداية ديال كأس إفريقيا، فجميع الظروف كانت مواتية باش أن المنتخب الوطني أنه يفوز باللقب. كذلك المباراة الأولى عرفت حضور كبير ديال الجماهير، وشفنا تشجيع من طرف يعني الجمهور المغربي، رغم أنه كانوا بعض النتائج سلبية، ولكن دائما الجمهور المغربي كان دائم الحضور، لا على مستوى الملعب وكذلك في لي فانزون، كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كان تشجيع كبير ديال المنتخب الوطني. ثاني شيء هو كاين واحد النجاح ديال التظاهره ككل، لانه شفنا يعني واحد النسبه ديال المشاهدين اللي فاقت الكثير من والعديد من يعني الكؤوس الافريقيه اللي فاتت. كذلك انه كاين واحد موارد ماليه من خلال يعني الاشهارات اللي جات لهذه السنه لمستوى الاتحاد الافريقي وكذلك الكاس الافريقيه في المغرب. كذلك شفنا البنيه التحتيه وملاعب جميله جدا اللي ما تاثراتش وما عرفنا ولو مشكل يعني تسبب في توقف مباراه بسبب يعني هطول امطار او بسبب ما، لانه كان كل شيء مدروس. عرفنا بان الفتره غتكون فتره شتاء،
الناس اللي كانوا واقفين على البنيه التحتيه او الملاعب فكانوا واقفين، فهذا الشيء خلانا باننا كنا يعني كنطمحوا بالفوز بكاس افريقيا. وهذا الشيء اللي كان غيتاتى، لانه الا شفنا الظروف ديال المباراه، كيفاش الطريقه ديال تسيير المباراه، كذلك اللاعبين اللي كانت عندهم واحد الروح كبيره، لانه احنا في الامس يعني القريب كنا كنلقاو اشكال بعض اللاعبين ما كتكونش العطاء ديالهم جيد، خصوصا في هذيك القتاليه، خصوصا في كاس افريقيا. الان هذيك اللاعب بدا كيتزاوج ما هو مهاري، يعني لاعبين مهاريين وعندهم يعني عندهم واحد التاريخ مع الكؤوس يعني الاوروبيه، وكذلك عندهم تجربه في كاس افريقيا، وكذلك ما هو عتايه في الدخول في النزالات، فوز بالنزالات. فكنا احنا الاشطر باننا نفوزوا بكاس افريقيا. كاين بعض الخطوط حمراء اللي ما يمكنش انه يتجاوزوها يعني الاتحاد الافريقي، لانه لو هذا القرار بقى متشبتين به وفوز السنغال يعني بكاس افريقيا كانت غيأثر على مسار ديال كاس افريقيا وغيقيس بالسمعه ديال كاس افريقيا. كذلك هذا القرار ديال لجنه الاستئناف فهو رساله واضحه للمنتخبات ككل بانه يجب الانضباط بقوانين التابعه للاتحاد الافريقي لكره القدم. يعني النقطه اللي توقفتي فيها مجيد غادي نتوجه بها نعطي الكره جمال الصيفي صديقنا وزميلنا كنلعبوا مجموعين. اكيد جمال، هذا القرار هذا غادي يعيد ويرجع الهيبه ديال الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، وغادي يرجع الثقه كذلك في المؤسسات ديال الكاف. بلا شك، لانه احنا عشنا الكثير من الوقائع بالنسبه للاتحاد الافريقي لكره القدم لم يتعامل فيها بالصرامه اللازمه، لم يطبق فيها القانون، وبالتالي عدم تطبيق القانون فتح الباب امام مثل هذه الممارسات التي عشناها على مستوى نهائي كاس افريقيا الامم بين المغرب والسنغال. قرار اللجنه التاديبيه اثار الكثير من ردود الفعل، فالعقوبات كانت مخففه جدا كما قلنا لا تتناسب وحجم الضرر الذي وقع على المقابله النهائيه وعلى يعني البطوله بشكل عام. في النهايه مثل هذه القرارات حينما تصدر يعني بشكل صارم وتنتصر القانون وتنتصر ايضا للنص القانوني. النص القانوني يتحدث عن خساره المباراه ب3 أهداف ل0 حينما يقع الانسحاب من المقابله. يعني حينما يتم تطبيق القانون هذا توجه رساله لكل الفاعلين داخل منظومه كره القدم الافريقيه انه السيف القانوني يطبق على الجميع، ليست هناك انتقائيه، ليست هناك جبر للخواطر. وبالتالي هذه الرساله تلتقطها الانديه، تلتقطها المنتخبات، تلتقطها الاتحادات القاريه، وبالتالي ترضخ وتطبق القانون وتعرف أن هناك بنودا تطبق على الجميع. وبالتالي هذا سيجنب يعني التنافس على مستوى القارة الإفريقية، سيجنبها الكثير من الهزات، سيجنبها أيضا هذه الممارسات التي عشناها في المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم. هو قرار أيضا يحفظ ماء وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد القرار الذي كان صدر يعني في على مستوى لجنة الانضباط، ويعطي الأمل أن التغيير ممكن داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأن يعني المنافسات الإفريقية يمكن أن ترتقي أيضا لما يحدث على مستوى يعني بقاع أخرى في العالم، خصوصا أن المغرب من خلال تنظيم الكأس الإفريقي الأمم 2025 قدم الكثير للقارة الإفريقية. أولا ارتقى بمستوى تنظيم كأس إفريقيا الأمم إلى أفضل المستويات. حتى يوم أمس كنا نتحدث عن أرقام مرتبطة بهذه التظاهرة. البلاغ الأخير أيضا الاتحاد الإفريقي الذي تحدث عن أن كأس إفريقيا الأمم 2025 هي أكبر التظاهرة الأكثر انتشارا في العالم بنسبة 61%. فبالتالي هذا النمو ما قدمه المغرب للقارة الإفريقية يجب تتمينه كيف؟ من خلال أولا تطبيق القانون على الجميع. نحن يعني لا نطلب يعني أن يتم التعامل معنا بشكل تمييزي على المنتخبات، ولكن فقط نريد تطبيق القانون، لأن المغرب أيضا حينما دخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ يعني عاد للمكتب التنفيذي سنة 2017 فكان رهانه هو تطوير كرة القدم الإفريقية، أن تكون أكثر توازنا، أن تكون أكثر عدالة، وأن تكون أكثر تنافسية، وننتصر في النهاية للنزاهة. وفي النهاية مثل هذه القرارات تنتصر للنزاهة وتحمي لعبة كرة القدم داخل القارة الإفريقية.